لسه بحب العوضي وبحبه قوي كمان. ايه اللي قالته ياسمين عبد العزيز في حلقتها مع إسعاد يونس؟ وهل فعلا يوم الاثنين اللي جاي هتعلن رجوعها للعوضي وهيجي يفاجئها بالحلقة ويصالحها؟ مفاجآت كتير في الحلقة الجاية ببرنامج صاحبة السعادة هنكشفها ليكم. خلينا نقول لكم في البداية شوية تفاصيل مهمة عن الحلقة اللي هتقلب الدنيا يوم الاثنين اللي جاي واللي فيه ملايين مستنيينها بفارغ الصبر. ياسمين عبد العزيز خدت 5 مليون جنيه مقابل الظهور ببرنامج صاحبة السعادة. وعلى فكرة ياسمين هي النجمة الأعلى أجرا في البرامج، مفيش حد بياخد الرقم ده غيرها، وده طبعا لأن عندها جماهيرية كبيرة جدا. كمان مش بتظهر في البرامج غير كل فين وفين. ولما البرومو اتعرض لفتت ياسمين النظر بملابسها، ورغم انها تبان انها لابسه بدله تايجر بسيطه، بس تخيلوا ان سعر البدله دي 186 ألف جنيه. طبعا ياسمين اتكلمت في الحلقه عن ولادها وقالت انها مش مجرد ام وإنها صاحبتهم كمان. الحلقة مليانة كلام كتير عن بداياتها الفنية والصعوبات اللي قابلتها، لكن اللي محدش يعرفه إن ياسمين كان ليها شرط واحد عشان تظهر في الحلقة دي، وهو إنها ما تتكلمش نهائي عن طليقها محمد حلاوة. وفعلا إسعاد يونس احترمت رغبتها وقالت مش هجيب سيرته نهائي. بس إسعاد سألتها قبل الحلقة بالنسبة للعوضي تحب أسألك عنه ولا لأ؟ ياسمين قالت لها اسألي براحتك. خلينا بقى نقول لكم على خبرين، خبر حلو والتاني وحش. الخبر الوحش إن العوضي مش هيظهر مع ياسمين بالحلقة ولا هيصالحها زي ما اتقال، ومش هيكون في الصورة خالص. الخبر الحلو بقى هو ان ياسمين هتعترف انها لسه بتحب العوضي وهتكشف عن سبب الطلاق وهتقول انه نصيب، وكمان هتأكد ان العوضي هو الحب الحقيقي في حياتها. في خبر كمان حلو وهو ان إسعاد يونس وكذا صديق مقرب من ياسمين والعوضي قرروا يتدخلوا ويصلحوا بينهم. وفعلا إسعاد صرحت مؤخرا ان ياسمين والعوضي لازم يرجعوا لبعض قريب قوي، وان الخلاف العبيط اللي بينهم ده لازم ينتهي. كمان كل اللي بيتقال ان العوضي عايش قصة حب مع فنانة وان ياسمين هتتجوز من راجل غيره قريب، كل ده كلام فاضي. وحلقة إسعاد يونس من الآخر كده هتحط النقط على الحروف، وقريب قوي هنسمع خبر عودة ياسمين للعوضي، خصوصا ان كل واحد منهم لسه محتفظ بصوره مع التاني سواء على الفيسبوك او انستجرام. انتوا بقى عايزينهم يرجعوا لبعض ولا لا؟ شاركونا بالتعليقات.